أصعب إحساس هو أنك تخان. الخيانة كتخليك توقف، الركاب ديالك كيتحشوا، ما كتبقى عارف لا ما تقدم ولا ما توخر. وسيرتو إلا كانت الخيانة شي واحد حداك من لحمك ودمك. كيفاش مازالين معانا بشر بحال هاد النوع، ياكل معاك ويشرب معاك في طبلة وحدة، العين قبلت العين ولكن القلب فيه ضغينة. السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قضية جديدة. أهلا وسهلا بخوتي وخواتاتي الناس زوينين، نتمنىكم تكونوا كاملين في صحة وسلامة. شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على التفاعل، كنشكر كل واحد بالاسم ديالو. غير هو كنعتذر إلا شفتوني ماشي هي هذيك، راه واحد القضية اللي ألمتني وبكاتني وبرشات لي اللحم ديالي، قضية اللي يلاه وقعات في الأسبوع اللي فات تدمي لها القلوب. الناس بزاف كيقولوا لي بركه من القضايا المغربيه، نكمل القضايا المغربيه، كنقول نقلب على شي قضيه اخرى من دوله اخرى، دوله عربيه، ولكن خلينا بعدا نكملوا همنا، عاد نشوفوا هم واحد اخر. ما غاديش نزيد نطوع عليكم حبابي، اللي بغيت منكم دابا هو تبارطاجيو الماكسيموم. الا كنتي ام ولا كنتي اب وعندك ذره ديال الاحساس، هي تبارطاجي لعل وعسى هاد لا فيديو هذا يوصل ويتسمع ويديروا اللازم. ونبداو القضيه ديالنا من عند واحد الاسره اللي مغربيه في عين عوده، اسره مغربيه كباقي الاسر، اسره شعبيه في حي شعبي مع ناس شعبيين. هاد الدار هادي متكونه من جوج ديال الطوابق، الطابق اللي في الارض او السفلي ساكنه فيه الجده معها جوج ديال الحفيدات ديالها، جوج بنات، الكبيره ما يقارب السن ديالها 20 سنه، الصغيره ما نقدرش نقول لكم شحال في العمر ديالها، وعندها ولدها اللي شاب العمر ديالو ما بين 34 و 36 سنه، المهنه ديالو حلاق. اما ليطاج او الطابق الثاني ساكنه بنتها اللي كذلك ومثال حتى هي واحد الانسانه اللي شاربه عقلها، ومراه اللي كبيره عندها حتى هي ولدها ما بين الثلاثينات. دابا غادي نرجعوا للسفلي عند الجده مجلسه معاها جوج ديال الحفيدات ديالها. الام ديال داك جوج بنيتات حتى هي كانت معاهم في الدار، ولكن وقعت لها شي ظروف اللي خلاتها ولدات حتى البنيته الثالثه مشات بحالتها ومشات في طريقها ومشات دير المستقبل ديالها وتخدم على راسها. محيت ولدت داك البنيته، الاخت ديالها اللي كاينه في الفوقي كتبناها بحكم الله يحسن العوان، حتى واحد ما لقاها كيبغاها. الاخت ديالها اللي غادي نعطيها الاسم ديال حليمه ربات بنت اختها، منين كان في العمر ديالها تقريبا 10 ايام تبناتها بالوراق، رباتها وكبراتها ورباتها، ولات عندها اكثر من بنتها. كيف ما كتعرفوا راه اللي كيولد ماشي بحال اللي كيربي. بقات مع بنت اختها ساكنه معاها في الفوقي، قرات وكلات شربات حتى دارت البنيته العمر ديالها 13 سنه، البنيته اللي غادي نعطيها الاسم ديال صباح. الام ديال هاد صباح هذا خوات هذيك الدار. شوف فين مشات الله يعاونها. دابا هنايا الدار كتقسم لجوج ديال الطوابق، كي قلت لكم الجده ساكنه لتحت مع ولدها الحلاق والجوج ديال الحفيدات ديالها، والفوق ساكنه بنتها ومع هذيك البنيته اللي مربيه بنت اختها وولدها كذلك، عايشين كباقي الاسر، ياكلوا مجموعين. لا خصها الملحه تهبط لعند امها، الام ديالها لا دارت شي بريري داتاي كتعيط لها كيجلسوا عليه مجموعين. يعني حتى حاجه ما غريبه في هاد الساعه هذه، ولكن الاغرب والاخطر واللي غادي يفقسكم وغادي يعصبكم وغادي يمرضكم في الصحه ديالكم هو اللي جاي دابا. هذاك الشاب ولد داك المراه اللي قلت لكم حلاق، كان واحد الانسان اللي ظريف، اللي داخل سوق راسو، الخدمه ديالو غير كيساليها كيجي لباب الدار، كيجمع عليه الدراري بزاف، يدور معاهم، يشري لهم بيمو، يشري لهم السقاطه، ويبقى جالس كيهضر، غير كيسمع الاذان ديال الظهر ولا العصر
ولا شي اذان ديال شي صلاه كيدخل يصلي اولا كيمشي للمسجد. الام ديالو خدام عليها وقاد بيها وقاد حتى بختو اللي الفوق. فوق ما تقلبي على هاد الشاب كتلقايه عند ختو الفوق، مقابل لها حتى بنتها اللي هي بنت ختو. فوق ما تكون غادا لشي بلاصه ولا تكون خارجه ولا تكون غادا عند شي جاره ولا معروضه كتعيط له طلع خليك مع البنت، قابلها لي الله يرضي عليك اخويا. كيقول لها الله ودي بنت اختي نهزها بسناني، راه كيف ما بنتك انتي راه بنتي حتى انا. مشات ليام وجات ليام، البنت دارت كي قلت لكم العمر ديالها 13 سنه صباح، دابا في عمرها 13 عام. واحد المره الام ديالها خرجت تتقدى، مشات للسويقه بنهار الاربعاء، مشات تقدى وجابت الخضره بزاف، جابت الخضره وطلعتها للدار. هي طلعت الخضره للدار وخوها كيطلع عندها، اختي واش دايره شي اتاي؟ قالت له موجود، راني درتو في الصباح ومشيت تقديت. وهو يقول لها شنو هاد الروينه، مالكي مهبطه هاد الفراش كله وهاد الملايات هادو واش غتصبنيهم؟ قالت له غير سكت، عندي هادي اسبوع وانا كنخمل في هاد الدار هادي، الدار عندها غير متوسطه، بغات تجبد الركاني ديالها وتخمل قبل ما يجي البرد ويدخل البرد بزاف. بقى غير كيشوف، قال لها واش كاين فين نعاونك؟ قالت له انا ما غادي تعاوني ما غنعاونك، شرب غير بريريد ديال اتاي ديالك وانا غادي نغسل الثلاجه ومن بعد غادي نرجع للسوق، راني نسيت شي حوايج خصني ضروري ناخذهم. قال لها هذا وكان اختي صافي، انا غادي نشرب هذا الكويس ديال اتاي وغادي نوض نغسل لك الثلاجه ونقيها ومن بعد محيت تجي هاد الخضره عاد تست فيها انتيا على خاطرك. قالت له لا بلا ما نعذبك اخويا، انا جالسه حداك نشرب غير شي شويه انا ديال اتاي ونرجع للسوق ما حد مازال الحال. قال له والله تنغسل لك الثلاجه، سيري كوني هانيه، رجعي للسوق وكملي شغالك، غادي ندور بهاد الثلاجه هادي نغسلها ومن بعد انت اجي كملي هاد الشيء. المراه بقات كطوي داك الملايات وكتحط في الركنه، قالت له الله يسهل عليك، انا غادي نمشي نقضي غراضي ونجي، راني ما غاديش نتعطل. المراه خلات خوها كيشرب بريريد ديال اتاي، بنتها كتقلي في مطيشه، هي هزات الصاك ولات رجعت للسوق، تقدات اللي خاصها. بالرجوع اللي رجعت لدارها كتدق بداك اللي كنقولوا حنا الساقطه ديال الحديد، كتدق تعاود دق، لا من مجيب. بنتها ما كتجاوبش وخوها كذلك، بقات كتدق بالجهد وكتعاود، حتى واحد ما كيجاوب، بقات كتعيط لبنتها والو. علات الخاميه مع الدار عندها الباب وبرا كاينه واحد الخاميه اولا واحد الريدو، علاتو هكا بقات كطل وهي كتبان لها بنتها خرجات من البيت ديال ولدها ومشات كتجري وعاد خرجات، بقات كتقول لها حلي. البنت حلات لامها الباب، دفعات الباب، دخلت قالت لها علاش ما كتحليش، علاش ما كتجاوبيش لا انتي ولا خويا، شنو كاين؟ البنت قالت لها مالك مالكي راني ما سمعتوش. بقات المراه غير كتشوف، لان ما كاينش شي واحد البعد لي كبير ولا الدار لي كبيره ما غاديش تسمع، ها تقب ها نقب. البنت غير حلات لامها الباب، مشات كتجري للمرحاض، دخلت طلات، علاش اخويا ما جاوبتيش، علاش ما حليتيش الباب، خليتوني تقريبا قسماين ولا ربع ساعه وانا كندق. قال لها راني غير كنت كنقضي شي غرض. شنو هو هذا الغرض؟ وهي تدور وجهها وكتبان لها واحد الكوبيرطه اللي مفرشه. المراه ما خلاتش الفراش ديالها محلول بحال هكا، قالت له شنو شكون اللي حل هذا الفراش هذا وشكون اللي طلق هذه الملايه؟ قال لها غير انا كنت كنقضي شي غرض، بحكم ان هذا السيد هذا اولا هذا الشاب كان كيدخن، وبعد المره على لسان ديال الام قالت لك كيكمي الجوانات. قالت له صافي ما كاين حتى مشكل. المراه هزات كرسي وجلسات قبالة خوها، بقات كتشوف فيه. الولد غير جلسات قبالته وقف، بقى غادي جاي غادي جاي. داك المراه جمعات ديك الملايه وحطاتها، كتعيط لبنتها كتقول لها راني في الطواليت. شي حاجه اللي شكات فيها، شكات في هذا الامر هذا. الملايه كانت مجموعه لقاتها مطلوقه، البنت في الطواليت، الشاب او خوها غير غادي جاي. واحد الساعه وهو الشرجم ديال ديك البيت عاطي الشعه، وهي كدير هكا وشافت هذيك الملايه اللي طوا فيها شي بحال اللي غنقولوا شي طبايع ولا شي حاجه اللي ما نعرف. بقات المراه غير جالسه في الكرسي وعقلها غيهبل،
العقل ديالها كيدي ويجيب، زعما هادشي اللي فكرت فيه هو اللي كاين، اولا غير خويا كيكمي وحشم مني انا. والبنت هادشي ماشي نورمال. الولد غير لقى الغفله، دار هكا، اختو كتهضر معاه دارت راسها بحال اللي كتشوف في الجهه الاخرى، اجي يا نتايا، وهز واحد الشورت وواحد السليب ودوز ولوحو من النافذه. المراه قالت له غسلتي الثلاجه؟ قال لها لا ما غسلتهاش، انا غنغسلها. حل الفريكو كيدوز عليها غير من الفوق، قال لها انا غادي. مشى بحالته هبط. المراه كملات الشغل ديالها، مسحات ثلاجتها، قادات الخضره اللي جابت، والعقل ديالها واخا راها كتقضي شغالها وكتقاد امورها، ولكن التفكير كتقول شنو غادي ندير وشنو ما غاديش ندير. البنت جات وتكمشات حداها، بقات جالسه. باش نذكركم العمر ديالها 13 سنه. هزات البوطه الصغيره الام ودارت فوق منها ديك الاله اللي كنقطعوا بها الخضره، شعلت عليها البوطه وبقات مخلياها حتى ولا اللون ديالها احمر. قالت لها اجي. شنو امي؟ اجي انا غنقول لك شنو كاين. جلساتها حداها، قالت لها شتي هذا اللي راه شعله فيه الحافيه ولا احمر؟ غادي نشوطك به من راسك حتى رجليك. علاش ماما شنو درت؟ قولي لي شنو كنتي كديري انتي وخالك، شنو كان كيدير لك خالك؟ غادي تعترفي ولا هاد النهار هذا انتيا في الطبيب وانا في الحبس؟ مهمتي ما تكوينيش، ما تشوهينيش وما تضربيني، ما تقيسي فيا. غادي نعترف لك من الالف حتى للياء. اطفات البوطه وقالت لها يلاه قولي، ولا حاولتي تكذبي راه بلا ما نقول لك شنو غادي ندير لك. اجيني قود واعترفي وقولي لي شنو كاين. ماما خالي كان كيمارس معايا. خالي محيت مشيتي للسوق قال لها اجي قبل ما تجي ماماك، وقبل ما تدخلي ماما وسمع الدقان قال لها غير تحلي لامك الباب، سيري للطواليت وغسلي. شنو؟ خالك اللي في المثابه ديال الاب ديالك، اللي مربيك معايا وانت صغيره، واللي حاضر لك الاسبوع وحاضر لك الحسانه ديال 40 يوم، كيبدل لك ليكوش، كيهزك معايا بحيث كتمرضي كيديك معايا للمستشفى. هو ماما هو اللي كان كيدير لي وكيدير لي وكيدير لي. كملوا من عندكم. ماما عندي ما يثبت، لان الام ديالها كانت مخليه لها تليفون تعطل، ولا كتكون ما غادا لشي بلاصه ولا شي حاجه كتعيط لها هبطي عند لالاك ولا سيري جيبي ولا انا جايه ولا بحال هكايا، بحال هذا القبيل هذا. اول مره بنيتي؟ لا ماما، حيت كنت كنقرا في البيت الثالث. يعني حيت كانت العمر ديال هذيك الساعه 8 سنين ولا 9 سنين، دابا البنت عندها 13 عام، يعني تقريبا 5 سنوات، وهو كيمارس عليها كيدير داكشي اللي ما يديروش اليهود والنصارى. في بنت اختو، امها سمعت لي زوديو، شافت لي زابيل ديال خوها، كيكتب لها ميساجات في الواتساب. البنت بكوشه، البنت ما موقداش وما فايقاش وما عايقاش بحال بنات اليوم. البنت داخله سوق راسها على اللسان ديال الام ديالها شنو دلات به وشنو قالت. الام كتصاب بواحد الحاله اللي يرثى لها. ديروا راسكم في بلاصتها، ديروا راسكم في هاد الخيانه وفي هاد الغدر اللي شي واحد اللي ما تجيكش للبال، عوض ما هو اللي يحميها ويدافع عليها ويغير عليها ويجمع اختو او لا بنت اختو او لا في مثابه الاب ديالها. شوفوا يا ساده، قالت لها بنتي وفين كان كيدير لك هادشي؟ قالت لها ماما حيت كنتي كتخرجي مره في المرحاض، مره في البيت ديال خويا، لان هاد النوبه هادي لقات داكشي في البيت ديال ولدها، البيت ديال ولدها اللي ما احترم لا اختو لا ولدها لا الطفله الصغيره لا الحرمه لا زين المحارم. ما قال هادشي راه حرام، راه شي حاجه اللي صعيبه.
وشي حاجه اللي ما غاديش يتقبلها العقل. فهل يعقل عباد الله؟ مازالين معانا بشر اللي يطمع في شي طفله اللي ما كتعرفش حتى حاشاكم. كنعتذر. البنت كتقول لها واش متاكده، جلساتها وكشفت عليها، ما عرفاتش واش بصح ولا كذوب. قالت لها سكتي، ما تهضري ما تتكلمي. جمعات القوى ديالها الام، لبسات حوايجها، هزات بنتها ومشات بها للمركز. اول ما هضرات معاهم قالت لهم سمعوا، انا ما غنهضرش، سمعوا الطفله شنو غادي تقول لكم، غير سمعوا الدرك. هاد الهضره هادي قالوا لها الشريفه هزي بنتك وجري بها للمستشفى ديال الدوله، المستشفى بلا ما نذكر الاسم ديالو، سيري وغادي نعيطوا لهم حنا بالتليفون، غادي تلقايهم كيتسناوك. فعلا هزات الابنه ديالها ومشاو ودوزوا لها وقلبوا واش البنت طفله او لا مازال عذراء ولا لا. هنا كيتضح المستشفى او لا الطبيب اللي قلب ديك الطفله كيلقاها بانها مازال فيارج او لا مازال عذراء، مازال بنيته. ولكن الصدمه الكبيره والصدمه الخايبه اللي ما بغيتهاش واللي الماتني، وهذه يومين وانا كنبغي نحط هاد القضيه وكنولي نقول لا بلا ما نحطها، ولكن لا، صوت الام كتنادي. قلت ضروري خصني نحطها للعبره باش تحضيو ريوسكم. كتلقاها بانها تعدى عليها من الدبر، يعني اغتصاب كامل وممارسه اللي ماشي عاد اول مره كيف ما نطقات الطفله وقالت. يعني داكشي قديم، داكشي ولا عنده عادي، داكشي بحال اللي مع شي وحده اللي موافه بداكشي او لا عندها السن ديال داكشي. لقاوها بانها شي حاجه اللي ما تخيلوهاش. داروا لها سيرتيفيكا وهزاتها ومشات رجعت للكوميساريه. قالوا لها لالا 13 سنه وهذا الشيء هذا، وهزاه في قلبها مسكينه البنت، وشي حاجه اللي كثر من الطاقه ديالها. مشاو كانوا مستعدين، مشاو لقاو عليه المجرم القبض، لقاوه جالس في الدار متكي وداير الرجل على الرجل وجالس بحال اللي ما عمره ما دار شي حاجه، ولا ضميرو انبو، ولا قال ربما تكون هزات هداتها وفعلت لها نكون عوال ونلبس حوايجي ونستعد لشي حاجه. مكرش خليك مع راسو وجالس. لقاو عليه القبض وداوه. دابا هنايا الام اولا داك الطفله محيت مشاو وبداو معاهم البحث. قالت لهم انا محيت كنت صغيره كان دائما كيدير لي وكيمسح لي وكيقاد لي وكينظف لي بهادي بداك كلينكس، ويقول لها لبسي حوايجك وسيري بحالاتك. دابا هنايا المشكل بان الطفله اتعصبات ومرضات، وكانت دائما واحد الانسانه اللي منطويه، دائما ما عندها لا صحابات لا والو غير الدار والمدرسه. كان كيهددها وكيقول لها الا قلتي لامك شي حاجه ولا قلتي لها بانني انا كنجي لك، راه دائما كيف ما كتشوفي الدار خاويه. جداك امراه كبيره وديما ناعسه، امك كتخرج وتخليك معايا، غادي ندير لك وندير لك وندير لك ونفعل لك ونترك لك. البنت ديما ساده فمها ومستسلمه للامر الواقع. امحيت عيطوا للشاب، اش هادشي اخويا درتي في هاد الطفله هادي اللي راك زعما في المقام ديال الاب ديالها. مره كيعترف، مره كيقول لهم لا ماشي انا. واللي زاد طن بله هو ان محيت مشات الام ديكلارات وقالت لهم هاد الشيء ولقاو عليه القبض، العائله كامله دارت فيها وكيقولوا لها بان القفه غادي تدور عليك، القفه غادي تقلب عليك وغادي تخرجي على راسك. ولات المراه محيت ديكلارات بخوهم وديكلارات بهذاك السيد كيهددوها، ومحيت هضر الابن ديالها ومشى عند عمته وعاود لها شنو كاين وتجمعوا في طبله وحده، وبدا كيتعصب عليهم وكيقول لهم هاد الشيء وعلاش دار هاد الشيء وبدا كيسب وكينعل. قالت له دابا نوريك. هذه وحده من الاسره ديالو، لان هاد الشيء راه مذكور في مصادر قانونيه وفي صحف وبالاعترافات ديال الام كتقول بانها ولات عايشه في التهديد، لا هي ولا الابن ديالها. الابن ديالها ولا كيخرج مخبع،
هي كذلك ولات كتجلس غير في الزناقي وكتعيط للصحف باش يهضروا معاها، باش الصوت ديالها يوصل ليا انا ويوصل لكم حتى نتوما. الام كتقول بانها عمرها ما شكات فيه، لانه في المقام ديال خوها الكبير ولا باها كاع كان دائما فوق ما تبغي تخرج كتخليه معاها، وكتكون الجده كاينه، وكتكون بعض المره قالت لهم البنيته كنكون كنلعب حدا جده وكيبقى يطلع في الدروج ويعيط لي، اجي نقول لك ما تخافيش، حتى كيطلعني ويمارس عليا كي قلت لكم يمسح لها ويقاد لها مسكينه حويجاتها ويقول لها يلاه سيري تلعبي. كيف ما قالت هاد السيده هذه اولا الام ديال الضحيه كانت كتعتقد بان هاد الشاب هذا كان كيقيل يجمع عليه الدراري الصغار ولا الدرب، هذا درهم هذا بيمو كي قلت لكم. الاخت ديالو كانت تقول له الله يعطيك الخير، والله الخير هذا هو اللي تلقى كي كتفرح هاد الصبيان هادو ربي غيفرحك. هي كتقول باللسان ديالها ولات شاكه في دوك الدراري اللي كان كيدورهم عليه، لا ربما يكون كيدور عليهم حتى هما واحد بواحد. لهذا درت معكم هاد القضيه هادي، بغيت الصوت ديال هاد المراه هادي يوصل، بالله عليكم بارطاجيو. دابا هاد المجرم هذا راه الاعتقال في الجنايات، الحكم ديالو غادي نقول لكم انا باذن ربي هاد الاربع، هاد ليله الاربع الجايه كاين الحكم. هنايا شنو بغيت انا نقول لكم وشنو بغيت نوصل لكم الفكره؟ خوتي كنعرفكم اذكياء وكنعرفكم بعقلكم وكتبغيو وليداتكم وكتبغيو الخير لوليدات الناس، انا مزوقه فيكم. لا، الثقه ما تثقيش في خوها تجلسي حداها، ولا تثقي في شي شخص اللي قريب، ولد جيرانكم ولا راجل كبير ولا عمها ولا. الثقه ما بقاتش. انا كنقولها لكم من هذا المنبر، واش عباد الله مازال كيوقع هاد الجرائم؟ انا ولدي نجلس ما نخدمش، نشرب غراف ديال الماء وطرف ديال الخبز ونبقى يومين 3 ايام اخرى وانا مقابله ولدي. الحظا راه كيغلب القضاء، كيقول لك عقلها وتوكل. ربي راه كان مكتب لك شي حاجه راه مكتب لك، ولكن كيقول لك عقلها وتوكل، ماشي تلوحي ولدك وتمشي تخدمي من الفجر حتى الليل مخليه عند مربيه ولا ما عرف عند من مخليه. هذه قضيه. بالنسبه لقضيه واحده اخرى يلا وقعت في مراكش كذلك، غادي نقولها لكم بعجاله وباختصار. واحد الطفله اللي العمر ديالها حتى هي 5 سنين، 5 سنين، 5 سنين ونص، الام ديالها كتخرج حتى هي للصحف وكتبكي ومخبعه وجهها ومدرقه، ما باغا لا تبان ولا تعرف. بنهار الجمعه يا ساده، بنهار الجمعه قالت لولدها الكبيبر اللي العمر ديالو 7 سنين، قالت له قبط في يد اختك وسير جيب البيض باش نتغداو. كانت الاذان ونهار الجمعه، وكيف ما كتعرفوا واحد الحي اللي خارج شي شويه على المدينه كيكون فارغ، فما بالك بنهار الجمعه كلشي كيمشي يتلاقى وجه الله وكلشي كيكون مشغول في الطياب، كاين اللي كيصلي اللي كيخرج اللي كيدخل. السيده صيفطات لولدها والبنيته اللي العمر ديالها 5 سنين. واحد السيد جالس مترصد، اجي فين غادي؟ قال له غادي نمشي للحانوت نتسخر لماما. غادي بوحدك؟ قال له لا انا غادي انا واختي. وانا عرفتي شنو غادي يجيك مليح؟ خلي معايا اختك صغيره مسكينه بلا ما تسبقها الطريق كامله وتجيب لامك باش ما تعطلش عليها، سير دغيا وجيب معاك الحلوه ليك انت والحلوه لاختك، انا نبقى كنتسناك هنايا وخليها معايا، يلاه سير كتجري واجي بحالاتك. الولد 7 سنين بقى كيفكر واحد شي شويه، من بعد قال له واخا، قبض الفلوس ومشى. هذاك ولد الحرام حاشا تيكون مسلم او لا حاشا تيكون فيه الدم ديال الاسلام، قبط داك الطفله مولات 5 سنوات وبقى جرها في واحد الدار اللي كانت مسكونه، من بعد رابت اماليها مشاو بحالاتهم، دخلها بحال اللي غنقولوا دار مهجوره او لا خربه، حيوطها رايبين. ادا داك البنيته منين داها بقى كيهضر معاها وكيضحك معاها، البنيته بحال اللي سبحان الله وربي قال لها بوسيني هنا، باستو، قال لها نبوسك انا، باسها حتى هو بقى جالس. زول الراجل بلا ما نقول لكم الملابس ديالو، البنيته بقات كتبكي، البنيته بقات كتبكي. قال لها مالكي؟ ها خوك غادي يجي ويجيب لك الحلوى. شاف البنت تخلعات ولا طلع الملابس، قال لها بوسيني كنعتذر، الناس زوينين راكم خوتي، راني بحالي جالسه كنهضر معاكم فاصا فاس. قال لها بوسيني من هنا. البنيته يلاه قصو ورجعت اللور في
من الشفايف. قال لها لا، طريقه اخرى اللي قبيحه، اللي بغيت ربي غادي نخرج على الطريق، بغيت ربي يعطيه المرض القبيح في الفم ديالو. وبغيت لاي واحد كيقبط شي ولد الناس، ولا شي بيدوفيل، ولا شي واحد اللي كيبغي يخرج على الشرف ديال شي طفل او لا طفله وكيتعدى عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. كيف ما درتي في ديك الطفل ولا درتي في ديك الطفله، ربما عاقبك ولا ربما راك لتحت ومخبع، غادي يجيب الله اللي يدير فيك انت، ويدير في بنتك، ويدير في اختك، ويدير في امك، ويدير لك في اقرب الناس. يمهل ولا يهمل. البنيته بقات كتبكي، شافتو ما نعرف كي دار لها لفمها. البنيته بقات كتبكي كتبكي بالجهد. السيد هنايا تفقم تخلع، قبضها وخرجها وخرج هو وياها. شنو لقى الطفل كيقلب على اختو، قال له راه هربات لي لهيه، انا جبتها هاكا اختك. عطاه اختو، قبط لها في يديها ومشى. هي هذيك الولد الصغير مشى هو واختو لعند الام. علاش تعطلتو؟ قال لها راني ما تعطلتش ماما، راني خليت اختي مع واحد الراجل وجبت لك السخره، جبت لك البيض وهنا جيت. بقات البنيته كتبكي ومخلوعه وكتمسح في فمها، قابطه حوايجها وقابطه كمامها وكتمسح في فمها. قالت لها بمها مالكي؟ شنو ماما؟ واحد الراجل كيدير لي وكيدير لي وكيدير لي، بلا ما نزيد نقول لكم وما نزيدش نفهمكم، داكشي اللي قلت لكم راه كافي. المراه قالت لها فين؟ خرجت كتغوت وجرى بنتها. الناس ياك لاباس؟ شكون؟ افعل. شكون هو هذا؟ قالت لهم شي واحد قبط لي بنتي وخوها مشى يتسخر ودار لي ودار لي ودار لي. البنيته كتقول لها فين داك؟ وداك الرجال كذلك اللي مجموعين، مره كتقول لها هنا، مره كتقول لها هنا. يعني بنيته 5 سنين مسكينه، راه غير ربي وقف معاها وما خلاهاش تغتصب وما خلاش داك ولد الحرام يخرج لها على الشرف ديالها وعلى حياتها. بقات الام كتناشد، مشات المخزن داروا اللي عليهم وكيقلبوا من هنا ومن هنا، فصي ملحي وداب كيقولوا المصريين. الوليد كيقولوا له كي داير هذا الراجل اللي خليتي معاه؟ عيا ما ينعتوا له وجهه سنانو كبار، ها كيفاش داير. الاجراءات راها مازال متاخده، الدرك راهم كيقلبوا ليل ونهار. تحيه للدرك وتحيه للشرطه وتحيه للناس ديال القانون فين ما كانوا. الام كذلك كتخرج للصحافه وكتناشد وكتقول لهم بغيت حقي وحق بنتي. لا حول ولا قوه الا بالله. البنيته مشات قلباتها لقات ما فيها حتى حاجه، مازال كيف ما ولداتها مسكينه. غير داك الممارسه خصهم ضروري يقبطوا هاد ولد الحرام هذا. نقولوا هذه منعات ووحدين اخرين الله يلطف بينا والله يدير شي تاويل ديال الخير. المهم بارطاجيو هذا الفيديو هذا، كثروا لي من جيم، كنبغيكم، كنحماق عليكم. غير غادي يخرج الحكم غادي نكون ان شاء الله سباقه ليه باش نعلمكم. حضيو وليداتكم، الحاضي الله ولكن حضيو حتى نتوما. كنبغيكم، كنحماق عليكم. الى قضيه اخرى ان شاء الله. بسلام عليكم.